إن شاء الله حابب أكلم حضراتكم النهاردة عن كبسولة المعدة أو الكبسولة الذكية أو بالون المعدة كحل لزيادة الوزن. طيب إمتى بنختار للمريض الكبسولة أو البالون؟ لو إحنا عندنا معدل كتلة الجسم للمريض أقل من 30 أو عندنا وزن زايد أقل من 20 كيلو، ساعتها بنختار البالونة أو الكبسولة. إيه الفكرة؟ الكبسولة طبعا بتكون من غير أي تخدير أو بن، بنركبها وإحنا قاعدين في العيادة، بنبلع مية وبتستقر في المعدة، بننفخها بسائل معين عشان يوصل حجمها لحوالي من 500 ل 600 مللي، وبالتالي بتدي للمريض إحساس بالشبع أو الامتلاء، ونقدر ننزل من حوالي 15 ل 20 كيلو في خلال 5 شهور أو 6 شهور. والفكرة دي كمان بتنطبق على البالون، إن احنا بنركبه ولكن بيكون عن طريق حاجة اسمها إبرة منومة. خلاص بنركب البالون، بس بعد 6 شهور او سنه بنحتاج ان احنا نشيل البالون، وده على عكس الكبسوله المبرمجه اللي هي بتتحلل من تلقاء نفسها وبتخرج مع الفضلات. طيب هل في شروط معينه لتركيب الكبسوله او البالون كحل لزياده الوزن؟ اول حاجه لازم المريض ما يكونش بيعاني من اي مشاكل في المعده زي جرثومه المعده او التهاب المعده او الحموضه المستمره، وما بيكونش فيه شراهه كبيره للتدخين، لأن الحاجات دي ممكن تعمل لنا التهابات في المعدة، كمان ممكن تعمل قيء مستمر بعد الكبسولة أو البالونة. وعشان كده لازم نختار المريض بعناية ونفهمه كل حاجة قبل تركيب الكبسولة أو البالونة. شكرا جزيلا لحضرتك.